معاك 600,000 جنيه ومعاك جواب ذوي همم، تركب عربيه هاينداي توسان 2016 2017 تبقى امريكي وارد امريكا، يعني حوادث حادثه خفيفه تمام ويكون عاف عليها الزمن، ولا تركب عربيه ام جي اتش اس 2020 زيرو لم تستخدم. العربيه زيرو، العربيه جديده جديده جديده، ما حدش استخدمها، جديده يعني. بص تعالى كده هوريك حاجه، الاكياس بتاعتها اهي كام كيلو متر، تعالى هوريك ثانيه كده هيظهر اهو 19 كيلو متر. العربيه جديده تماما لم تستخدم. ده ستوك كان موجود هنا في السوق في الامارات وما اتباعش. العربيه ما باعتش، ما انتشرتش، ما خدتش حقها زي ما هي واخده حقها في مصر. نبارك لاستاذه ساره انها اشترت مني العربيه دي على جواب ذوي همم، وده البادج بتاع الشركه عندي لو انتوا عايزين تسالوا عن اي حاجه. اشترت مني العربيه دي، تمنها واصل مصر 580 الف جنيه بس. اعلى فئه، موديل 2020 جديده زيرو، مفيش فيها اي حاجه، مفيش فيها اي مشاكل خالص ولا دهان ولا اي حاجه، تماما تماما. تعالى كده ندخل نتفرج على الاوبشن بتاع العربيه. وبالمناسبه يا جماعه يعني نفس الموتور نفس الفتيس نفس كل حاجه اللي بتنزل مصر. ادي فتحه السقف البانوراما الجميله، وادي الشاشه، مثبت سرعه، مالتي للطاره، كل حاجه موجوده في العربيه. العربيه ما اختلفتش تماما عن مصر، جايه كمان بالمفتاحين بتوعها الجداد اهي. فانا عايز استنى رايك، يعني انا عايزك تقول لي رايك كده. لو انت معاك ال 600,000 جنيه تشتري عربيه زي دي اللي معايا زيرو جديده لم تستخدم، تمنها واصل مصر زي ما انا قلت لك. تعالى كده نوطي بس التكييف شويه، التكييف كويس ما شاء الله حلو. تشتري عربيه زي دي ولا تشتري عربيه هاينداي توسان يكون بقى ايه محتاجه كلاتشات كمان 20 30 الف كيلو، تكون محتاجه صيانات. عربيه زيرو قدامك، كبيرك قوي هتجيب العربيه دي هتغير لها شويه الزيوت والفلاتر والحاجات اللي بقى لها كتير في العربيه، وشكرا على كده، شكرا على كده بس. محتاج عربيه زي دي، محتاج اي عربيه ومعاك جواب ذوي همم، محتاج عربيه زي التويوتا كرولا اللي واقفه هنا دي زيرو جديده ملك اول. وبالمناسبه دي رايحه لحد تبعي برضو، العربيه دي اهي اسمي مكتوب على العربيه استاذ محمود، وده البادج بتاع الشركه عندي. محتاج اي عربيه من العربيات دي كلمني، تواصل معايا، رقمي في الامارات رقمي في مصر هتلاقيه موجود تحت في الكومنتات، وانا اجيب لك ان شاء الله العربيه اللي انت عايزها. وبالمناسبه العربيات دي واقفه في ارض الشحن وخلاص، هي هتتصدر النهارده ان شاء الله، والثالثه الاموره دي برضو ايه هتتصدر. يلا اشوفكم على خير، شكرا، سلام عليكم.